من انواع الكذب على الاولاد، والوعود الكاذبه اللي احنا نكذب على اولادنا ونقعد نديهم وعود كاذبه. فيعني مثلا انت لو نجحت يا حبيبي او جبت الدرجه النهائيه هجيب لك كذا، هجيب لك الهديه دي، وما تجيبش لابنك حاجه. يوم الاجازه هوديك اخرجك وما تودهوش. وعود كاذبه. او يجي الطفل بعد كده خلاص ما يصدقكش في اي حاجه، ويبقى عارف ان بابا ده ما بينفذش كلامه، وان بابا على طول بيكذب علينا. وللاسف تخسر ابنك، ان الثقه اللي بينك وبينه تخسرها. ده اكتر حاجه بتبقى مؤذيه انت بتاذي بيها ابنك، ان انت تقعد تكذب عليه وتديله وعود كاذبه. ما توعدش وما تقولش، احسن من اللي انت تقول وتكذب وما تنفذش وعدك. وفي شخص ما بيعتذرش، يعني مثلا مواعد ابنه يعمل له حاجه الفلانيه وما قدرش يعملها، المفروض ان انت في الحاجه دي تعتذر لابنك: وانا اسف، انا كان نفسي اجيب لك كذا بس انا دلوقتي مش هقدر اجيبها، ممكن ناجلها بعدين. ده بيبقى شخص محترم او شخصيه محترمه اللي بتعمل كده مع اولادها، وتقول لهم وتعرفهم بالظروف. غلط جدا ان انت تقول ان احنا بنحسس الولاد بحاجه. لا لا، الولاد معانا في البيت لازم يشاركونا حياتنا، لازم يحسوا ان في ايام حلوه وايام جميله هنقدر ننفذ كل حاجه انتوا عايزينها، وفي ايام صعبه مش هنقدر ننفذ الطلبات بتاعتكم. فلازم نستحمل بعض ولازم نعدي. تعودوا الولاد ان الحياه اصلا في يوم حلو ويوم صعب، في يوم وحش، وفي ممكن تحصل لنا حاجة لا كبيرة ووحشة بنحمد برضو ربنا عليها. تعودوا يا اولاد على ان الحياة كده، في ايام حلوه وايام صعبه. اما اللي انتوا تحسسوا ان الولاد اللي الدنيا حلوه قوي، وتقعدوا ان بابا هيقدر يعمل لنا كل حاجه، ان انا ماما هقدر اجيب كل اللي انتوا عايزينه، وفعلا تقعدوا تلفوا حوالين نفسكم وتستلفوا وتعملوا عشان تجيبوا حاجات للولاد، عشان بس ايه؟ ما تزعلهمش، وعشان ما يحسوش ان بالظروف يعني الاقتصاديه. ده غلط جدا. الولد هيطلع طلباته وعايز طلباته تتنفذ، مش هيحس ابدا بغيره. هيطلع ان مش هيعرف يتعامل في الدنيا بعد كده، لان هيقابل ايام صعبه في حياته بعد كده مش عارف يتعامل فيها، مش هيعرف يعني ايه، مش عارف يتصرف ازاي. لا، لازم الولاد تعيش معاكم كل حاجه. لا، في ايام صعبه يا ولاد، في ايام احنا مش هنقدر ننفذ طلباتكم، في ايام صعبه هنبقى تعبانين، في ايام مش عارفه ايه. فلازم تفهموهم، لازم الولاد تتقبل ده وترضى وتتعود ان الحياه كده، يوم حلو ويوم صعب وان الدنيا كده، ودي دار اختبار مش دار باقيه عشان احنا بنعمل كل حاجه عشان نرضي ربنا، عشان في جنه وفي نار. لازم الولاد تفهم من صغرها الحياة. ده دور الأم والأب، إن هما يفهموهم ده. يعني ما ينفعش ان انا ابني كل ما يطلب حاجه اجيبها له. لو اقدر طبعا اجيب له على قد على قد استطاعتي، مش ملزمه خالص انا كأم او كأب اللي انا اروح اتدين عشان اجيب حاجه مش على قد اللي انا مش على قدي. مبقاش خجلان بكده، لا انا بجيب على قد اللي انا اقدر عليه. والولاد تبقى عايشه وفاهمه ده، اللي احنا معانا كذا هنشتري بيه الحاجه اللي انتوا عايزينها في حدود ده. فالولاد هتبدا تدور في الحدود اللي معاكم. فدي حاجه كويسه جدا، غير ان انا بنفذ اوامر ابني. انا عايز دي، يعني عايز دي، فاروح انا استلف عشان اجيبها له. ده غلط جدا. من انواع بقى الكذب ونشر الكذب على السوشيال ميديا. دي مصيبة تانية، ان الشخص يدي معلومة غلط وينشرها على الدنيا كلها عن حد مشهور، مثلا ان حد مشهور مثلا حصل له كذا وهو اصلا كذاب، والحد ده ما حصلوش حاجة ولا بتاع، والدنيا وتتنشر الكذبة دي في الدنيا كلها. انت كده بتكذب، انت بتأذي الشخص اللي انت نشرت عنه حاجة كذب، وبتأذي المجتمع كله. بتنشر حاجة كذب، ممكن الحاجة اللي انت نشرتها دي على السوشيال ميديا دي تخوف الناس وترعب الناس وتخليهم مرعوبين وخايفين وقلقانين ومش عارفة حالتهم النفسية تتدمر كل ده بسبب كذبة انت نشرتها. زي مثلا اللي بينشر في انتشار مرض معين، مش عارفه انتشار، مش عارفه، انت بترعب، وكل ده عشان يجيب لايكات ويجيب كومنتات والصفحه عنده تزيد، وكل ده معلومه اصلا كاذبه مش موجوده. بس عشان ايه؟ بغرض اللي هو يعلي الصفحه بتاعته فيأذي الناس نفسيا ويخوف الناس ويرعب الناس في بيوتهم، بسبب ايه؟ ان هو يدي معلومه غلط.
طبعا. ومن انواع الكذب الشهاده، الكذب اللي انا اروح اشهد على حد بالكذب، دي من الكبائر طبعا. ودي اكتر حاجة حرام، واكتر حاجة للأسف انت بتأذي بيها الناس. والموضوع ده بيفضل في رقبتك ليوم الدين، بيفضل في رقبتك وهتتحاسب بيه. ومش ما فيش، ما تقولش مثلا انا هروح اشهد على واحد كذب وبعد كده، ما تقولش مثلا انا هروح اشهد على واحد كذب وبعد كده هستغفر ربنا. الموضوع ده مش هينفع. للأسف ان انت تأذي حد، وحقوق الناس بالذات لازم الشخص ده هو اللي يسامحك. اللي انت شهدت عليه كذب ده لازم يسامحك. الشخص ده لو ما سامحكش هيفضل حقه في رقبتك وهتتحاسب بيه في الآخرة. فلو حد غلط في حد، حد وجع حد، حد خرب حياة حد، فلازم يروح له ويعتذر له، لازم هو اللي يسامحه. وفي النوع اللي هو ايه، الكذب للتفرقة بين الناس. الكذب اللي انا اكذب عشان افرق بين الناس، الكذب اللي انا اكذب عشان اوقع الناس في بعضيها، اللي انا اكذب عشان شايفه الناس كويسين مع بعض، فانا عايزه بقى ايه، اوقعهم في بعض، اقوم داخله بوسطيهم، اي راح الجيبوا قايله لا خلي بالك دي قالت عليكي كذا، وراح الجيبوا قايله لا خلي بالك دي قالت كذا. وكل ده كذب وافتراء عشان افرق ما بينهم، عشان التجمع ده يتفرق وابقى انا الحلوه الكويسه. لا، انتي كده ده اخطر حاجة بتعمليها. الكذب ما بين الكذب للتفريق ما بين الناس. او واحدة مثلا تشوف اخوها ومراته كويسين مع بعض وبيحبوا بعض ومتفاهمين وقادرين يمشي حياتهم، لا فتغير بقى، والغيرة للأسف تغلبها، فتقوم وتغير بقى جدا من مرات اخوها، فتقوم ايه بقى، راح على اخوها لعبه في دماغه وعماله تزن في دماغه، دي مراتك عملت مع، وتفتري عليها اللي هي عملت حاجه وهي ما عملتهاش، والبيت ده يتخرب بسبب كذبه. وفي دي حالات دي حقيقيه، في كتير جدا حصل بيوتهم خربت بسبب كذبه. ان واحد يروح يكذب على اخوه ويقول له مراتك مثلا شفتها بتعمل كذا وهي ما عملتش حاجه، وهو بس غيران من اخوه لان اخوه متجوز وحياته ماشيه، فهو غيران، فقوم ايه خارب بيته بكذبه واحده بس. ممكن كذبه واحده بس تخرب بيت وتخرب علاقه كانت ممكن تستمر وتبقى علاقه صادقه وجميله. ممكن كذبه واحده بس حد يكذب ويتبلى عليك عشان خاطر بس يخرب حياتك. خلي بالك، لو انت عملت كده في حد فلازم تروح للشخص ده عشان يسامحك، لان هيفضل في رقبتك اللي انت خربت بيته الذنب ده. اقول لكم بقى شويه نصايح ازاي تتغلب على الكذب، ازاي تتغلب على شيطانك. يعني الكذب ده من صفات الشيطان، وطبعا الشيطان عايز يودينا النار، مش عايزنا ابدا نبقى مرتاحين في الدنيا، ولا عايزنا نرتاح في الاخره وندخل الجنه. لا، الشيطان عايزنا ندخل معاه النار وعايزنا نتحشر معاه، واعوذ بالله. فانت دايما خلي قدامك ان الصداقين دول بيبقوا في المقام تحت الانبياء والناس، وبعد كده في الصادقين اللي هم اللي عندهم امانه وصدق، دول بيبقى ليهم ايه، مكان عند ربنا. انت عايز مقامك في الاخره يبقى ايه، تبقى صادق وتبقى مع الناس الصداقين اللي هم الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليهم، ولا تبقى عايز مع الناس الكذابين اللي هيتحشروا في النار؟ عايز تكسب اول حاجة ربنا، وتكسب الناس اللي حواليك، تكسب العلاقات الناس، لازم تبقى شخص صادق. صادق مع نفسك وصادق مع غيرك، صادق قدام ربنا. ما يهمكش ابدا حتى لو غلط، قول انا غلط وانا عملت كذا واعتذر عن غلطك، وصلح الغلط ده وحاول تصلحه. عادي، احنا كلنا ممكن نغلط. يا رب خلصت كلامي، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب ان شاء الله، ويا رب يا رب قبل ما يجي رمضان نكون احسن، ونقدر ندخل رمضان ان شاء الله باشخاص جديدة، اشخاص جميلة ربنا راضي عنها، تقدر تستفيد من شهر رمضان ان شاء الله. نستفيد على قد ما نقدر، ورب يجعلها ايام كلها خير ان شاء الله باذن الله. وشكرا جزيلا.